طيب يا شباب ندخل بقى على الجزئية الثالثة من كورس الرياضيات بتاعنا وهي حساب المثلثات. طيب أول حاجة في حساب المثلثات وهي الدوال المثلثية. الدوال المثلثية طبعا كلنا عارفينهم، وهي الساين والكوزين والتان. ساين سيتا ماشي، وكوزين الزاوية كوزين سيتا، وتان سيتا اللي هما بالعربي الساين طبعا اللي هي الجا، والكوزين اللي هي الجتا، والتان اللي هي مين؟ الظا. خلاص. طيب تعالى كده نشوف. عندي بس هنا مثلث اهو قائم الزاوية هنا كده، والضلعين دول بنسميهم ضلعي الزاوية القايمة، ضلعي القايمة. والضلع المقابل للزاوية القايمة، الضلع الكبير ده اللي قصاد الزاوية القايمة اسمه الوتر. خلاص. وانا اخترت زاوية من الزاويتين التانيين دول، يعني سبت القايمة واخترت واحدة من دول، دي مثلا سميتها سيتا. طيب الضلع ده مش هو مقابل للزاوية؟ خلاص ده بنسميه المقابل عشان هو ايه؟ قصاد الزاوية كده. طب وده جنب الزاوية مجاور للزاوية، فده هنسميه المجاور. خلاص. طب وده بقى طبعا ده الوتر اللي هو الضلع المقابل للزاوية ايه؟ القايمة اللي هي 90 درجة. طب يا سيدي ساين سيتا بيتساوي ايه؟ كل واحدة منهم من الدوال لها قانون خاص بها. ساين الزاوية قال لك بيساوي المقابل على الوتر، طول الضلع المقابل على الوتر. خلاص، على طول الوتر. طب كوزين سيتا بيساوي المجاور على الوتر. طيب تان سيتا بيساوي المقابل على المجاور، مقابل على المجاور. طيب تان سيتا لها قانون تاني. ايه هي؟ ركز كده معايا. قال لك بتساوي ساين سيتا على كوزين نفس السيتا. يعني لو انت عملت دلوقتي بالآلة مثلا ساين 30 على كوزين 30 هي نفسها قيمة تان 30. خلاص. ساين الزاوية على كوزين نفس الزاوية ده بيساوي مين؟ تان الزاوية. طيب الكلام ده جه منين؟ بص يا سيدي، هو الساين دي بتساوي ايه؟ بتساوي المقابل على الوتر، تنزل تحت. طب والكوزين بتساوي ايه؟ بتساوي المجاور على الوتر، يطلع فين بقى؟ مقام المقام بسط. طب ما احنا نطير الوتر مع مين؟ مع الوتر اللي تحت ده، فيتبقى مين على مين؟ المقابل على المجاور. وفعلا التان فوق كنا لسه قايلين هي مقابل على مجاور، يبقى فعلا التان بتساوي ساين على مين؟ على الكوزين. خلاص. تعالى كده نشوف مثال بسيط معانا. بيقول لك اوجد الزاوية سيتا، دي الزاوية القايمة اهي. مديك طول الضلع ده 3 متر وطول الضلع ده 4 متر. على طول انت كده معاك مين؟ المقابل والمجاور. طب انت عندك قانون التان، تان سيتا بيساوي المقابل على المجاور، المقابل على المجاور. يلا المقابل الزاوية بكام؟ 3، والمجاور بكام؟ ب4. دي تاني الزاوية. طب انا عاوز الزاوية بقى، يبقى بالآلة شيفت تان على طول. خلاص. دي قيمة التانية يا ولاد. انا عاوز بقى السيتا نفسها، يبقى بالآلة تضغط شيفت بعدين تان بعدين تحط 3 عليها على 4 على طول تطلع معاك السيتا 36 و86 درجة. احسب براحتك تطلع معاك 36 وايه 86%. خلاص. طيب دي كانت أول جزئية معانا في حساب المثلثات وهي ايه؟ الدوال المثلثية. تعال بقى الجزئية الثانية وهي منحنى الساين ومنحنى الكوزين. دي بقى جزئية مهمة جدا جدا هنتعرض لها في جزء كبير من المنهج. يعني انت عندك الفصل الرابع بالذات عندك في الكهربية كله منحنى جايبي، والدروس كلها برضه موجود فيها المنحنى الجايبي ده، فانت ركز معايا بقى واحدة واحدة كده. طيب بسم الله. أول حاجة منحنى الساين. بص يا سيدي، ده طبعا محور السينات وده محور الايه؟ الصادات. محور السينات هنا هيمثل معانا مين؟ قيم الزاوية سيتا. خلاص. طيب ومحور الصادات هيمثل معانا قيم الساين السيتا، الساين الزاوية. طيب انا هنا عاوز امثل دورة كاملة. طب دورة كاملة كام درجة؟ 360 درجة. معروف الدورة الكاملة كام درجة؟ 360 ايه؟ درجة. انا مقسمهم لك همت، كل مرة عايزين نزود 30 درجة. يعني هنا كده 30، هنا كده 60، كمان 30 يبقى 90، 120، 150، 180،
210 240 270 300 330 360. كده نهاية الدورة اللي هي الكام. وهنا برضو نفس الكلام في منحنى الكوزين، برضو نفس الكلام 30 60 90 120 150 180. بعد كده 210 240 270 300 330 360. ده برضو منحنى السيتا، وهنا هيبقى ايه كوزين سيتا. طيب مع بعض بالراحة بقى، تعال نشوف بالآلة. يلا امسك آلة واحسب معايا. أول حاجة ساين سيتا، ساين 30 بكام؟ بنص. يبقى احنا دلوقتي هنطلع قصاد ال 30 نحط نقطة قصاد النص. خلاص؟ طيب يلا بالآلة ساين 60 بكام؟ تطلع معاك جذر 3 على 2. يبقى احنا فين؟ هنا كده. طب ساين 90 تطلع معاك بواحد موجب واحد. يبقى احنا فين كده يا ولاد؟ هنا كده. خلاص؟ وطبعا هنا خد بالك برضو زي الأولى صفر، ساين صفر بصفر. ده أول زاوية لازم نعملها يعني. ساين صفر بصفر، يبقى زي كان صفر، قيمة الساين برضو صفر، يبقى أول نقطة معانا هنا كده. ساين 30 بنص ماشي. ساين 60 جذر 3 على 2 أهي بالموجب طبعا. ساين 90 بموجب واحد موجب واحد. خلاص؟ طيب لذلك ما ينفعش نمثلهم بخط مستقيم. ليه؟ خط مستقيم مش هيمر بالأربع نقاط اللي احنا عملناهم دول. لازم تمثلهم بمنحنى. ماشي شباب؟ منحنى جيبي نسبة لجيب الزاوية يعني. كده ممكن نمثل بقى النقاط عليه بالطريقة دي. طيب يلا كمل معايا كده. ده الربع الأول من الدورة. خد بالك أنت هنا وصلت 90 ربع 360، يبقى أنت كده واقف عند ربع الدورة. نكمل بقى الربع الثاني من الدورة، الربع الثاني الموجب. ال 120 الساين بتاعها برضه جذر 3 على 2 زي الساين 60 بالظبط. يبقى دي برضه الساين بتاعها كام؟ جذر 3 على 2. طب ساين 150 بنص زي ساين ال 30 بنص. طب ساين 180 بصفر زي ساين صفر بالظبط. تيجي تمثل النقاط، توصل دي بدي، تنزل كده لحد ما توصل للصفر. يبقى دلوقتي القيم والزاويه بتزيد. ركز، والزاويه بتزيد من صفر ل 90. قيمه الساين كانت بتزيد. طب الزاويه لما زادت عن 90 من 90 ل 180 قيمه الساين بدات زادت؟ لا، بدات تقل تاني. خلاص؟ يبقى انت عندك اكبر قيمه للساين بواحد موجب واحد. امتى؟ لما الزاويه كانت 90. الكلام ده نحتاجه بكثره جدا في المنهج بتاعنا. خلاص؟ اكبر قيمه للساين بواحد لما تبقى الزاويه كانت 90. يعني ما فيش ساين بواحد ونص، ما فيش ساين باثنين. اكبر قيمه للساين بواحد بس موجب واحد لما تبقى الزاويه كام؟ 90. يبقى انت معنى الكلام ده لو الزاويه زادت عن 90 او قلت عن 90 في الحالتين الساين بتقل. في الحالتين الساين ايه؟ بتقل. طيب كمل معايا كده بقى. اي زاويه بعد ال 180 لحد 360 يعني، او لحد ما قبل، لان ساين 360 بصفر برضه. اي زاويه ما بين 180 و 360 هتلاقي قيمه الساين بتاعتها على الاله بالسالب. يبقى انت هنرسم جزء تحت ايه في السالب كده بقى. خلاص يا شباب؟ يلا مع بعض كده معايا. عندك بسم الله ال 210 الساين بتاعها بكام؟ زي ساين 30 بالظبط بس بالسالب بقى، سالب نص. خلاص كده؟ يبقى انت عندك كده ايه؟ سالب نص هنا كده. طب ال 240 الساين بتاعها بكام؟ بسالب جذر 3 على 2 اهي. خلاص؟ طب الساين 270 بسالب واحد هنا كده اهي. خلاص كده؟ طيب كمل يلا. ساين 300 برضه سالب جذر 3 على 2 زي ساين 60 كده بس بالسالب. ساين 330 بسالب نص. ساين 360 بصفر. نمثلهم بقى كده برضه منحنى كده قوس برضه مش خط مستقيم بالطريقه دي كده. ماشي حضرات؟ برضه يظهر لك هنا اكبر قيمه للساين في السالب لما الزاويه تبقى كام؟ طبعا سالب واحد. لما الزاويه كام؟ 270. دي اكبر قيمه للساين بس في الجزء السالب. خلاص؟ ده اولاد منحنى الساين بادئ من الصفر، منحنى جيبي بالشكل ده كده. يبقى طول المنهج لما اقول لك منحنى جيبي شبه منحنى الساين، تعرف المشهد ده على طول 360 درجه تمثلها بالطريقه دي.
طيب تعالى بقى في منحنى الكوزين، بسم الله. منحنى الكوزين عكس منحنى الساين، ازاي؟ هتفهم اهو. يلا نبدأ بأول زاوية معانا وهي الصفر. كوزين صفر بكام؟ بصفر؟ لا، ده كوزين صفر قال لك بواحد. اعمل كده بالآلة معايا، كوزين صفر بالآلة تطلع بكام؟ بواحد. يبقى انت واقف هنا كده. طب كوزين 30 موجب جذر 3 على 2. طب كوزين 60 بموجب نص. شفت بقى عكس الساين ولا لا؟ عكس الساين. طب كوزين 90 هنا كانت بواحد هنا بصفر. فالمنحنى عامل ازاي؟ نازل كده يا ولاد. خلاص نازل كده. طيب كمل كده يلا. كوزين بقى ال 120 هتلاقي بالآلة بسالب نص. كوزين 120 بكام؟ خلينا بس نحدد كده. هنا كده السالب نص، وهنا كده سالب جذر 3 على 2، وتحت منها بشوية السالب 1. احنا واقفين عند ال 120، كوزين 120 بسالب نص. طيب 150 كوزين بتاعها سالب جذر 3 على 2، وال 180 الساين بتاعها سالب 1. ماشي حضرات؟ وتوصل بقى كده ايه الزوايا، القيم دي ببعض كده، قيم الزوايا ببعض. طيب كوزين ال 210 هتلاقيها سالب جذر 3 على 2. طب كوزين ال 240 سالب نص. كوزين 270 بصفر. خلاص وصلتهم كده ببعض يطلع المنحنى بالشكل ده كده، بالكيرف ده كده اهو. طب كمل كده معايا يلا. خد بالك هنا الموجب نص، موجب جذر 3 على 2، وموجب 1 فوق منها بشويه كده. يلا بسم الله. كوزين 300 بموجب نص زي كوزين 60 كده. كوزين 330 بموجب جذر 3 على 2. كوزين 360 مش بصفر زي الساين، لا امال بكام؟ بموجب 1. خد بالك يعني فين؟ هنا كده. وصلتهم ببعض يطلع الكيرف والمنحنى عامل كده. يبقى لو انت بصيت بقى على منحنى الساين ومنحنى الكوزين، منحنى الساين بادئ من الصفر، اما منحنى الكوزين بادئ من القيمه العظمى. خلاص يا شباب؟ طيب دي اول معلومه عايزك تعرفها في منحنى الساين والكوزين. في برضو بعض المعلومات خاصه برضو بالزوايا والمنحنيات ديت، ركز كده معايا. دي كده نسميها المعلومه الاولى والثانيه. المعلومه الثالثه بقى يا سيدي، بسم الله، بتقول لك ايه؟ ان الزاويه والزاويه المكمله لها سيتا زائد سيتا المكمله مجموعهم 180 درجه. خلاص؟ يعني الزاويه اللي هي ب 30 درجه وال 150 درجه دول زاويتين اهو، مجموعهم بكام؟ ب 180. اذا اقدر اقول ان ال 150 تكمل ال 30، او ال 150 مكمله لل 30، او ال 30 مكمله لل 150. خلاص يبقى اي زاويتين مجموعهم 180. خلاص كده بتبقى الزاويه ايه؟ الثانيه بتبقى مكمله لها. طيب كذلك برضه اي زاويه، اي زاويتين مجموعهم 90، الثانيه اسمها ايه بقى؟ اسمها المتممه لها، المتممه. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، خدتوه في اعدادي تقريبا، بس انا ايه، او في ابتدائي، بس انا هفكرك بيه. خلاص؟ يبقى دلوقتي عندك اي زاويتين مجموعهم 90 اسمها ايه؟ يعني مثلا 30 و60، ال 60 اسمها متممه لل 30، ال 10 وال 70 وهكذا. خلاص؟ طيب المعلومه رقم 5، هديك معلومه على دي. بيقول لك ان ساين الزاويه بيساوي ساين الزاويه المكمله. يعني اي زاويه مكمله لها لهم نفس الساين. يعني مثلا ساين 30 بتساوي ايه؟ بتساوي ساين ال 150 لان المجموعه 180. طيب نفس الكلام برضو ساين 60 بتساوي ايه؟ بتساوي ساين 120 لان برضو الاثنين مجموعهم 180، يعني برضو ال 120 مكمله لل 60. خلاص؟ يبقى له نفس قيمه الساين. لو عملت بالآلة ساين 30 بنص، ساين 150 برضه نص، وساين 60 جذر 3 على 2. طب ساين 120 برضه جذر 3 على 2 او 87%. كذلك برضه نفس الكلام. لو عملت ساين ال 45، ناقصك تحفظ الارقام دي عشان هتقابلنا كتير، فتبقى ايه؟ ارقام محفوره في ذهنك كده. يلا ساين ال 45 المكمله لها كام؟ 135. يبقى الكلام ده بيساوي ساين ال 135.
عايز تحفظ لي القيم دي. اخر حاجه مثلا ساين صفر بتساوي ساين 180. خلاص، ما هو صفر 180 يبقى كده له نفس الساين اللي هي بصفر، يعني ساين صفر بصفر، وساين 180 برضه بكام؟ برضه بصفر. خلاص. طيب المعلومه رقم 6، تعالى بقى اديك ايه؟ معلومه خاصه بالقاعده. اي زاويتين مجموعهم 90 الثانيه اسمها متممه للاولى. طيب قال لك ايه بقى؟ ان ساين اي زاويه ساين سيتا بتساوي كوزين المتممه بقى. تساوي كوزين مين؟ كوزين الزاويه المتممه له. يعني اديك اكتر من مثال اهو. بسم الله، ساين 30 الزاويه 30 درجه، الساين بتاعها بيساوي مين؟ ها، بيساوي كوزين ال 60، مش مجموعه 90. يبقى لو انت عملت بالاله ساين 30 يطلع معاك بنص. طيب كوزين 60 مش ساين 60، لا كوزين 60 برضه بنص. خلاص. طيب لو انا قلت بسم الله ساين 60 بتساوي كوزين ال 30. خلاص. طب لو انا قلت لك ساين 10 بتساوي كوزين ال 70. يبقى اي زاويه بتساوي ايه؟ كوزين المتممه ده. ماشي حضرتك؟ طب يا شباب بقى الجزئيه رقم 7 من منحنى الساين والكوزين، وهي اشارات الدوال بقى. بص كده، عندنا خلال دوره كامله 4/4 زي ما انا لسه شارح لك هنا. ادي الربع الاول، وده الربع الثاني، ده الثالث، وده كده الربع الايه؟ الرابع. ده بالنسبه لمنحنى الساين. الكوزين بقى العكس، ده الاول، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع. المهم عايز اقول لك ايه؟ ان في الربع الاول الساين بتبقى موجبه. خلاص. والكوزين برضه بتبقى موجبه، والتان موجبه، يبقى يعني الثلاثه موجبين. خلاص كده يبقى هنا كلهم ايه؟ كلهم موجب. طيب في الربع الثاني مين اللي موجب؟ الساين بس. الساين فقط هي اللي موجب. طب والكوزين والتانية يا استاذ دولت ايه؟ سوالب. خلاص. طيب في الربع الثالث، في الربع الثالث التان بس هي اللي موجب. طب والساين سالب، والكوزين برضه سالب، التان بس هي اللي موجب. تمام كده؟ في الربع الرابع الساين سالب، طب الكوزين هي الوحيدة اللي موجب، يعني معنى كده التان برضه ايه؟ سالب. تمام؟ يبقى انت عندك الثاني في الربع الاول كلهم موجب، في الربع الثاني جا فقط هي اللي موجب، في الربع الثالث الظا فقط هي اللي موجب. تمام؟ اما هنا قلنا كلهم جم موجبة. طيب في الربع الرابع الجتا فقط هي اللي موجب. تمام كده؟ عشان كده كنا بنقول ايه؟ اختصار لا يعني كل، لان كله جا جبار، ظالم، جاتو داهية. خلاص. كل جبار ظالم جاتو داهية. اختصار ليه؟ ان كلهم موجب في الاول. هنا الجا بس هي اللي موجب، الظا بس هي اللي موجب، الجاتا بس هي اللي موجب. خلاص. او زي ما مدرس الرياضه يعني ما كان بيحفظها. طيب تعالى بقى الجزئيه الثالثه من حساب المثلثات، قاعده فيثاغورس. قاعده فيثاغورس يا سيدي برضو هتبقى مشهوره معانا، هنحتاجها برضو. انت عندك هنا مثلث قائم الزاويه اهو، في الزاويه دي كده. خلاص. طيب هنسمي احنا الضلع ده ايه؟ الضلع ده مثلا بي، والضلع ده مثلا ايه؟ السي اللي هو الوتر بقى. بكل بساطه يا سيدي احنا لو عايزين نحسب الوتر، فيثاغورس بيقول لك الوتر بيساوي جذر مجموع مربعي الضلعين الاخرين، يعني جذر طول الضلع ايه تربيع زائد طول الضلع بي تربيع. طيب لو انا بقى عايز احسب طول احد الضلعين الاخرين هيساوي جذر الوتر تربيع ناقص طول الضلع الاخر تربيع. يعني لو انا عايز احسب طول الضلع ايه يساوي جذر الوتر تربيع سي تربيع ناقص الضلع الاخر اللي هو بي تربيع. لو انا عاوز احسب طول الضلع بي يساوي جذر الوتر تربيع اللي هو سي تربيع ناقص الضلع الاخر تربيع اللي هو اي تربيع. تعال ناخد مثال. لو انا قلت لك مثلا بسم الله الوتر مثلا ب5، والضلع ده مثلا ب3، ده مثلا الوتر ب5 متر والضلع ده مثلا ب3 متر. احسب طول الضلع بي. بكل بساطه احنا لسه قايلين اهو
طول الضلع ب هيساوي جذر الوتر 5 تربيع ناقص الضلع ده تربيع 3 تربيع. يبقى انت عندك كده جذر 5 تربيع يعني 25 ناقص 3 تربيع ب9. يبقى كده البي بتساوي جذر ايه يا ولاد؟ 25 ناقص 9 ب 16، جذر 16 4. يبقى كده طول الضلع بي طلع 4 متر. خلاص يا حضرات كده بفضل الله خلصنا الجزء الخاص بحساب المثلثات خلال السبورة دي. يلا بقى ندخل على الجزء الخاص بالميكانيكا. يلا بينا.